El Instituto Nacional de Ciberseguridad vuelve a alertar de una estafa que utiliza a correos para robarnos los datos bancarios, Victoria. Si reciben un correo electrónico o un mensaje como este, atención porque es una estafa. Primero nos dicen que necesitan confirmar nuestros datos de la dirección para entregarnos un paquete. Si pinchamos en el enlace nos llevan ya a esta página web que desde luego parece real, tiene el logo igual que el de correos y si pinchamos aquí en recibir nos acaban pidiendo los datos de nuestra tarjeta y así nos roban nuestra información bancaria. السلام عليكم وتحية طيبة للجميع اينما كنتم. مرحبا بكم عام جديد. كيف ما سمعتوا في هذا المقطع اللي حطيت لكم مترجم بالعربية باش تفهموا مزيان شنو واقع. طرق النصب الجديدة. كاين بزاف ديال الناس ربما غيتفرجوا في هذا الفيديو اولا في الاول ديال هذا الفيديو يقول لك هادشي هذا حنا عارفينه وسوقنا له الخبر. الا كنت انت عارف كاين بزاف ديال الناس مازال ما عارفينش ومازال كيضيعوا وكيمشيو ضحية نصب. هنا نتقسم معكم بجوج ديال الامور اللي عندها علاقة بالنصب على الاموال اللي عندك في البنكة. ورد بالك معايا مزيان تبع معايا حتى الاخر. شفتي الفيديو كيستحق لايك ما تبخلش عليه بلايك باش يطلع وتفرجوا فيه ناس اخرين وهكا المعلومات توصل للجميع ان شاء الله. شنو في هذا المقطع اللي حطيت لكم؟ كيجيك واحد الميساج اما ايميل ولا اس ام اس كيقول لك سو باكيتي ha sido puesto en espera debido a que falta un número de calle ولا باكيتي para actualizar كيقول لك بور فابور اكتواليزا لانفورماسيون. زعما معنى ديالها بان الباكيه ديالك اللي طلبتي ها هي واجده باش نعطيوها لك، غير وقع واحد المعلومه ديال الشريع ولا شي حاجه بحال هكذا خصك تدخل لهذا الرابط اللي كيعطيوك تما بالزرق كيقول لك برك عليه باش تجدد المعلومات اللي ناقصه. تما كتدخل انت عندك الرابط كيطلبوا منك سميتك، كنيتك، النمره ديال النيه، الكاي فين ساكن والنمره ديال الترخيطه بنكاريه او كونطه بنكاريه او شي حاجه بحال هكا. انت كتبقى غادي كتعمر المعلومات بتلقاء نفسك. في اخر المطاف كتلقى راسك وقعتي في عمليه نصب ديال واحد المجموعه ديال الشفاره اللي سرقوك بطريقه فنيه. هادشي هذا واش الناس عارفينه؟ بزاف الناس عارفينه وبزاف الناس باقيين كيطيحوا لحد الساعه ضحيه نصب بهاد الطرق هذه بسهوله جدا. واغلبيه اذا كنتي انت من الناس اللي طالبين شي حاجه كتكون طالب شي باكيتي فعلا وكتجي الصدفه هي هذيك او ما طالب والو كيسحب لك شي واحد عطاك شي ريغال ولا شي حاجه. عمرك ما تشوف هاد الميساجات هادو. هاد الميساجات بحال هادو كيتوصل بهم مسحوا من التليفون ديالك وما تخليهمش كيضروا في التليفون ديالك. ما كاين لا معلومات شخصيه ولا كوينتا ولا حتى شي حاجه. كيتوصل بميساج بحال هذا مسح الميساج ديالك. هذه الاولى. هذه الاولى. ذكر الذكرى مزيان نذكروا بنادم مره اخرى ونقولوها ونعاودوها في بزاف ديال المناسبات. هذه من جهه. من جهه ثانيه دابا الناس ولاو كطيحوا عاوتاني في عمليه نصب فلوس ديال بصح طريقه فنيه اخرى. شنو ولا واقع؟ وهذا الشيء راه ولا كنعيشوه هنا في اسبانيا ولينا كنعيشوه حتى في بلادنا المغرب وربما غتشوفوه في دول اخرى. الموظفين ديال الابناك اللي كاينه في الابناك هنا في اسبانيا مثلا وكما قلت لكم راه وقع حتى في المغرب هذا الشيء. الموظفين ديال الابناك اللي كتنتمي لواحد البنك نتايا مثلا موظف اللي عنده المعلومات ديالك، عنده سميتك، كنيتك، المعلومات الشخصيه ديالك كامله عنده. موظف راه كتمشي عنده كدير الخيستيونيس معاه ديال البنكه ديالك، عنده جميع المعلومات الشخصيه ديالك. شنو ولاو كيديروا هاد الموظفين؟ ولاو كيستغلوا ديك المعلومات اللي تحت يديهم وكيتواصلوا معاك في شي توقيت خارج التوقيت ديال العمل بالليل مثلا. اغلبيه بالليل كيعيطوا لك في التليفون وكيقولوا لك بان الكونت ديالك راه غادي يتعرض للاختراق، الكونت ديالك راه فيه خطر، خاصك ضروري دير معايا هاد لي طاب باش انك تحمي الكونت ديالك. انت كتقول له شكون انت؟ كيقول لك انا الموظف فلاني في البنكه الفلانيه وانا ها الرقم ديال الفلاني وانا ها شنو ها سميتك ها كنيتك ها النيه ديالك انا عندي المعلومات الشخصيه ديالك كامله. انت كتقول او يعني مادام انه عارف عليا كل شيء الشاده والفده جميع الامور موظف في البنكه عطيني الرقم ديال البنكه ديالو مسائل كامله اذا هذه البنكه اللي معيطه لي. كيقول لك رد بالك سمعني مزيان ارى هذه كيقول لك دوز الفلوس لهذا الكونت هذا باش نخبعوهم باش ما يضيعوش ومن بعد انت غدا سير للبنكه وقدم معهم المسائل باش فلوسك تبقى في امان. طبعا هذا الحال انت كتستسلم. اغلبيه ربما انت تكون على بال اغلبيه كيستسلموا كيقول لك بصح هو كيخافوا على فلوسهم كيسمعون داك الموظف اش كيقول هما على اساس انه كيضرب من موظف ديال البنكه ديال بصح وفعلا موظف ديال البنكه ولكن التوقيت ديال العمل ماشي التوقيت ديك الساعه ديال الخدمه باش ما يكونش عندك وقت انك تمشي للبنكه وتاكد من داكشي اللي كيقول لك.
12 الليل، وحده الليل، 10 العشيه، 9 8 ما عرف، المهم شي توقيت كيكون فيها البنكه ساد، وكيطلب منك هذه المسائل بحال هادو، وانت كتستجب الطلب ديالو. ويقدر يكون بعض المرات حتى يطلب منك حتى هذه المعلومات حتى في الساعه ديال العمل البنكه، ما عندوش هو مشكل. يقدر يكون في شي ساعه مثلا البنكه حاله، غير كيقول لك فك معايا هذا المشكل دغيا، وديك الساعه تسير البنكه. والهدف ديالو شنو هو؟ هو انك تعطيه داكشي اللي بغا، تسمع له، دير ديك الترانسفيرنسي اللي باغي هو. كيقول لك دير واحد ترانسفيرنسي لهذا الحساب هذا وهذا باش فلوسك تبقى في امان، وديك الساعه تسير عند البنكه وقدم معاهم المسائل. يعني كيطلب منك هذه الامور هذه وانت كتستجب له. فاش كتمشي انت للبنك كتقول لهم اش وقع، كيقول لك حنا ما عارفين هذا الشيء هذا، وهذا الشيء هذا ما يمكنش، وهذا الشيء هذا ما خصكش كاع ديرو اصلا، لانك راه تعرضتي لعمليه نصب. وهذا الشيء بالضبط اللي كنتقاسم معكم. وقع واحد السيده هنا في طراغونه مشات لها 20,000 الاورو وتقاسمتها معكم في هذه القناه هذه. هذيك السيده اللي داو لها 20,000 اورو، الدوله 20,000 اورو بهذه الطريقه هذه، وهموها لان اساس انها بنكه، عطاوها الرقم ديال العامل، عطاوها كل شيء، المسائل كامله الشخصيه اللي خاصه بها. فاش هي مشات تشكى قالوا لها حنا ما عندنا حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا، وما عيطنا لكش، وحنا ماشي هما اللي درنا معك هذا الشيء هذا. اش غادي ندير دابا؟ قالوا لها ما عندك ما ديري، يعني فلوسك مشات، سير ديري دعوه ولا ديري شي حاجه. يعني باقا الناس لحد الساعه كتمشي لها الفلوس ديالها من البنكه بطريقه فنيه. ونزيدكم امور اخرى ماشي بزاف. الشهر اللي فات لقاني واحد السيد، خاي كريم السلام عليكم، شكرا على الفيديوهات اللي كتقاسم معنا، شكرا على المعلومات، بارك الله فيك، ربي يخليك. اش كاين خاي كريم؟ انا طحت في واحد المشكل. اشنو هو هذا المشكل؟ خاي كريم انا مشات لي 1800 الاورو من الحساب ديالي. علاش؟ راه عيطوا لي، تواصلوا معايا، قالوا لي دير هكا دير هكا، بقيت كنسمع لهم، درت داكشي، هما سرقوا لي الفلوس من البنكه ديالي، حيت انا كنت طالب واحد الطلب وهذا، وما سحبليش. راه هذوك الناس هذوك راه غير شفار. اش غادي ندير؟ قلت له اش غادي دير؟ اذا كنت كتقول انك كتتبعني وكتتبع الفيديوهات ديالي كاملين، وانت طحتي في عمليه النصب اللي انا قلت لك ها شنو دير وما درتيهاش، اذا في هذه الحاله هذه انت ما التزمتيش بداكشي اللي كنقول. انت مشيتي ضحيه ديال النصب عن طريق هاد السيبر ديلينكوينتس اللي كيستعملوا هاد الخطات هادو. يعني مادام ان ولاو اوتور بنكيه ولاو شفاره، خاصك تاخذ الحيطه ديالك والحذر. شنو خصك دير؟ تواصلوا معك في التليفون وقالوا لك هادشي هذا، ما تعطيهم حتى شي معلومه وما دير حتى شي حاجه. عندك ذره ديال الشك، سير للبنكه ديالك في الصباح. ما مشيتيش للبنكه في الصباح، اي بنكه عنده واحد الرقم ديال ايمرجنسي، اي بنكه عنده واحد الرقم ديال ايمرجنسي. راه في الابليكاسيون ملي كتدخل الابليكاسيون ديال البنكه ديالك فيها واحد الرقم الهاتف ديال ايمرجنسي ديال المستعجلات، تقدر تعيط وتسول وتنفورمر بالضبط من عند البنكه ديالك مباشره اذا كان عندك الشك. واذا مشيتي وعطيتي شي معلومه من واحد معيطك في التليفون ما كتعرفوش فين هو، انت ذنوبك على راسك وما غتستافد والو وما غيلحقوا موراك والو. لان هذا الشيء هذا كيديروه الناس متمكنين في لانفورماتيك ومتمكنين مزيان، واخا البوليس كيديروا الانفستيغاسيون ديالهم كيلقاو الفلوس خرجات من اسبانيا مشات لواحد الكونت اللي ما عرف فين، رومانيا ولا البانيا ولا فين عاد غادي تجيبهم، ما عندك منين تجيبهم. اذا في هذه الحاله هذه ما كينفعكش حتى شي حاجه، كتنفعك حاجه وحده، وانك تكون اتينتو وتكون على بال. انا راه شخصيا غير غير جوج سيمانات كنت في الكوريو، كنقاد واحد الغرض، لقيت واحد السيده جايه الكوريوس بالتليفون في يدها، مرا كبيره اسبانيه، كتقول لهم راه جاني هذا الميساج كيقولوا لي عندك شباكيه. كيفاش؟ واش عندي شباكيه؟ بصح انا ما طلبت والو. قالت لها سينيورا هذه راه استغفر، راه الا مشيتي دخلتي لديك الرابط وكتبتي شي حاجه المعلومات ديالك راه غيسرقوا لك ديك البركه اللي عندك في البنكه سينيورا. هادشي اللي ولا دابا خدام، واللي ولاو اسبان ولا مهاجرين ولا كيطيحوا ضحيه ديال عمليه نصب. ردوا بالكم الاخوان، وهذا ما كان. المهمه ديالي السلام، بقات المهمه ديالكم ديروا لايك، تبارطاجيو كي تعاونوا الفائده ان شاء الله. حتى الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.